تسيب الكوانتم كومبيوتنج والمجالات اللي جايه جديده دي وتدخل مثلا اداب قسم فرنساوي. بمناسبه التنسيق والثانويه العامه والامتحانات والحاجات دي كلها خلاص خلصناها، فانت محتاج دلوقتي تحدد انت هتخش في كارير ايه او مجال ايه. طبعا مش هنقول اي والكلام ده طبعا مفروغ منه ان هو في المستقبل، بس في برضه مجالات تانية بتبقى معروف ان هي جايه في المستقبل. زي ايه؟ زي الكوانتم كومبيوتنج. السنه اللي فاتت بس انا شفت كام خبر ان في حوالي 4 مليار دولار اتضخوا في المجال ده تحديدا في شركات كبيره جدا زي جوجل واي بي ام مايكروسوفت. الشركات كبيره جدا بتستثمر في المجال ده، فمعنى كده ان هو جاي بقوه جدا. ولو جيت دورت على الناس المتخصصه في المجال ده هتلاقيهم حوالي 17000 واحد. فحاجه زي كده انت محتاج تدخل فيها، يعني مش هتسيب الكوانتم كومبيوتنج والمجالات اللي جايه جديده دي وتدخل مثلا اداب قسم فرنساوي اداب قسم امبابه. انسى الكلام ده كله، والله مش تقليل من حد، بس في نفس الوقت يعني حاول تروح للمجال الصعب شويه اللي تعمل فيه مجهود شويه وفي الاخر تلاقي نتيجه كويسه، تتعب فيها، تشقى، تذاكر رياضيات، تذاكر حاجات كده ممكن تفيدك في المستقبل. الحاجات دي مهمه جدا بجانب الاي اي. طبعا مش شرح الكورس كامل ايه هو الفرق بين الكوانتم كومبيوتنج وبين الكمبيوتر العادي. ايه هو الكوانتم كومبيوتنج يا عم اللي انت خانقنا بيه ده؟ الكوانتم كومبيوتنج ده مش بديل للكمبيوتر العادي، بس طريقه تفكير مختلفه عن الكمبيوتر الشخصي اللي انت بتستخدمه زي الموبايل او اللابتوب. ده مثلا الموبايل او اللابتوب بتاعك ده بيشتغل بطريقه كده بدائيه شويه وهي الزيرو 1. فمعنى كده ان انت لو عندك مثلا بازل او مساله او متاهه مثلا بتديها للكمبيوتر العادي ده، هو ببساطه هيمشي في اول باس او اول طريق ويخلصه ويرجع، ويخش في ثاني طريق ويخلصه ويرجع، وهكذا، وياخد وقت كبير جدا. طبعا المجالات اللي بتطبق على الحاجات دي مش بازل ولا العاب ولا الحاجات اللي هايفه دي تافه، بس اللي بيتطبق حاجات كبيره جدا زي مثلا توقعات الطقس طبعا بطريقه دقيقه جدا، الادويه، اختبارات الادويه، التركيبات الكيميائيه، حاجات مهمه جدا واحنا محتاجينها كبشر. كوانتم كومبيوتنج بقى بيفكر ازاي؟ بيفكر بحاجه اسمها كيوبيت. الكمبيوتر العادي بيفكر بالبات، لكن الكمبيوتر الكيميائي كوانتم كومبيوتنج بيفكر بالكيوبيت. الكيوبيت دي نسبه ما بين الزيرو والون، نسبه عادي ممكن تبقى اي فاليو ما بين الاثنين، ممكن تبقى 0.5 وهكذا. يعني اعتبره كده زي كشاف الموبايل ايفون، بتقدر تظبط الدرجه بتاعته. طب تخيل بقى نفس البازل دي انت اديتها للكوانتم كمبيوتر ده، هيعمل ايه؟ هيمشي في كل المسارات دي مره واحده وهيجيب لك الطريق الصح في نفس الثانيه. فطبعا ده بيوفر وقت كبير جدا. يعني مثلا لو انت تركيبه كيميائيه او دواء معين بتديه للكمبيوتر العادي فممكن يخلص التركيبات بتاعته في حوالي سنتين وشهور، لكن الكوانتم كومبيوتنج ممكن يخلص كل الكلام ده في دقائق ويمكن ثواني كمان. عشان كده الشركات كلها بتستثمر في المجال ده. فانا بنصح بقوه اللي بيحتاج مجالات يتعب فيها ويلاقي شغلانات كويسه ويبقى من الناس النادره اللي تشتغل في مجالات معينه، الكوانتم كومبيوتنج طبعا بجانب الاي اي. المجال ده هيبقى طفره في الفتره الجايه. شكرا.